اوعك تدقس وتعمل فالح، اوعك تدقس يا زول، وتبيع اخلاقك بيكم لايك. اوعك تدقس، حاول فرق حاول بين الصالح وبين الطالح. حاول فرق. محتوى فارغ عايز توصل، تخرب بيت وتجوت الهل، تضل شافع ترندك كايس، لابس احمر ترندك كايس، لابس ساكت ترندك كايس، لابس ما لابس، ترندك كايس، لايك ما لايك. ترندك كايس، كتم كتم كايس. كتم 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 كتم. أحب أبشر كل المتابعين والأصدقاء والمشتركين، كل الناس، كل الناس بدون أي فرد، إنه قناتنا الحمد لله وصلت 500,000 متابع. 500 إن شاء الله رقم واضح، 500,000 متابع حاسدين متابعيننا. إحنا سعيدين وسعيدين جدا إنه نحن نبدأ الليلة ضيفنا من مقهى سارة. أول حاجة نحن في قناة كتبت بنحيي سارة وبنشكرها شديد إنها وقفت معانا وسمحت لنا إنه يلا علينا، سمحت لنا إنه نكون يعني نعتبر هذا المقهى مكتب لنا، وإن شاء الله الخطوة الجاية بعد العربية والحاجات طبعا حيكون في مكتب وحيكون في. احب اذكر ناس معينه، انه قناتنا وصلت 500,000 متابع. 500 الحمد لله. شكرا لكم كثير يا شباب. يا استاذ رايك شنو حلق لك في الكلام؟ البراميل الفارغه اكثر ضجيجا. السلام عليكم استاذ، دائما بتتحفنا بالدره، لكن ده موضوع انا نفسي افهم حاجه ثانيه. الموضوع الثاني بتاع الناس اللي بيصفقوا ليش شنو؟ الناس بقت بتاعت مظاهر، بتاع الشو، بتاعت عرض، وبعدين في مصطلح مستخدمون للكلام ده، مصطلح شائع كسير الثلج. اي والله مصطلح قبيح حقيقه. بعدين حتنتظر شنو؟ من ديل غير فشله، انهم صبغه بتاعت فشله بس، ما اكثر من كده. صدقت والله. واللي بيسوفوا ده كله طبعا للاسف ليس إلا عبث. شكرا لكل زول دعمنا بلايك، شكرا لأي متابع شير يا بروف. شكرا من القلب يا اخي جايب لك معلومه من الموت. تفضل. ديليفري طازه اديك ليها. الجماعه ديل شاكين انه الرايت هو قاعد يرسل لهم الرسائل دي. حلوه معلومه حلوه. معناته بالدولار يا خبير. شنو 36 84 652. ده شنو كمان يا جنينه انت؟ قبلناها بالمحلي ويعوضنا الله يا بروف. بس الحلو في المعلومة الجابة سعد دي شنو؟ الحلو في المعلومة الجابة سعد دي شنو؟ الحلو في انه طالما الجماعة دي مشغولين بانه منو اللي قاعد يرسل الرسائل، معناها ما بكونوا مركزين في الفكرة الأساسية بتاعتنا، الشغالين هم من أجلها لينا، ولا شنو؟ ضارب بعيد. أنا كمان ضارب بعيد، قاعد تحت الأمبريلا دي ليل ونهار. شكرا لكل محب، شكرا لكل أخت، شكرا لكل أخ، شكرا لكل الناس الموجودين معانا في الصفحة. سعد ذاك منو؟ سيد الربطة. يا سعد ركز معي، انا ما قصدي سيد الربطة، قصدي ده الجنب ده منو؟ دي أميمة يا سعد. انا قلت ده ما قلت دي انثى وده ذكر. الزول الثالث ده منو؟ ثالث ده الاثنين يا بدر. ايه
شربت شنو انت الليل؟ انا شارب لبن. اللبن ده رايب يا يا سعد ركز معي. ديل كم؟ ايه الاثنين؟ يا سعد ديل 3. انتوا رجعتوا تاني للحياه صلاح. ايوه ديل كم؟ خليك انت. ديل كم يا صلاح؟ ليل ما 3 يا ليل 3 ولا تحل دي؟ كنتوا زمان ناس ظريفين حلوين، شكلكم رجعتوا للحفر تاني، مشيتوا تضربوا حاجات بقيتوا تتهيئوا تتخيلوا فينا. سعد اها امشي محلك امشي. ليل 3 صلى بقي خش صاحبك ده قايل لنا ان احنا ضاربين حاجه. مبروك ألف 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 مبروك علينا قناة كتبت. وبمناسبة ال 500,000 متابع أنا عاملة عرض خاص، 2 شاي على وقهوة وجبن. الله عليك يا سرور، الله عليك يا سرور. ولسه الحاجات جايه، واحنا زادنا نحن بندعم ساره وبنقول الزياده غير كوبايه شاي حنديكم جبنه هديه. شكرا لكم ونحن ان شاء الله. اسمع عن ساره، انت داري اسالك سؤال. ساره دي قاعد تتابع الفيديوهات بتاع قاسم صلاح ملك التسويق. يا اخي تسويق شنو يا زول؟ ساره دي ما قالت تسويق ولا بتعرف التسويق ولا شافته ذاته. جبت الكلام ده من وين؟ ما صاحبك ده قاعد روميو. قاعد يوريها روميو. يلا اقول لك كلام. ده حب اسمه شنو؟ ده حب بتاع مصالح. ايوه مصالح، تبادل منافع. هي تفوت له الدين القديم وهو اداها المعلومه. نعتبر ساره جزء اصيل من قناه كتبت، هي مؤسسه معانا ونحن بنشكرها كل شكر. كت اجيب وقف التصوير. الشغل كبس كتبت. عثمان امبارح انت تبيع لنا اللبن الاصلي؟ وين احنا الاصلي من الناس اللي قال لك ما بنعرفه؟ احنا طول عمرنا بنشرب اللبن الزايد فوق مويه ده، بطولنا ما بتتقبل الا اللبن اللي فيه مويه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الساده المشاهدين المتابعين اصدقاء قناه كتمت عشاق الفضايح ودق الصفايح، اذا هي فضيحه جديده مختلفه وصفحه جديده. الان نحن امام الحدث وهناك مشكلة كبيرة قائمة ما طبيعية. الناس دي بتتناقش في موضوع ما، نحن نشوف الموضوع شنو ونرجع له. إذا ما زلنا متواصلون، وصلنا إلى مكان الحدث نشوف الحاصل شنو ونسمع الكلام من هنا. يا جماعة حرام عليكم، أنا 20 سنة ببيع لكم اللبن زايد موية، الليلة تجوا تتهموني أنا ببيع لبن أصلي؟ ده لبن أصلي، امبارح أول ما فورت اللبن ده طلع جماعة كتير. هناك زيادة، لا أعلم هل الزيادة في اللبن ولا الزيادة في السعر ولا زيادة في، لكن يتكلمون أنهم يتحدثون عن زيادة غادي. نعمل استطلاعنا ونشوف. السلام عليكم. ازيك يا ابني؟ تعالى بجاي. ازيك يا ابني؟ منو معي؟ معاذ ياسر. معاذ شايف مشكلة كبيرة موجودة الآن أمام محل اللبن، ما رأيك في ماذا قال؟ والله أنا جاي أشتري كراف وقلم ومسطرة بس ما عندك قضية يا حاتم الولد ده خليه يعلي صوته عشان يظهر لنا هنا. علي صوتك. نحن نتكلم عن اللبن، ماذا رايك؟ ماذا قائل انت في ذلك القول؟ جاي اشتري كراس وقلم ومسطره. برضه مصر. موضوع اللبن رايك فيه شنو؟ ما عندي بقى معلقه. معاذ كتر خيرك شديد يا معاذ، ان شاء الله ربنا يوفقك فيما تصبو اليه. اذا معاذ لا علاقه له بالمشكله بتاعت اللبن. ما زلنا متواصلون وبنزل ناس الحي نشوف المشكله وين. كمان أقول لكم حاجة، أمي سنة من دون الأيام اللبن زايد كوزين وتجوا تتهموني أنا ببيع لكم اللبن أصلي. يا أخي ما عيب. يبدو أنه مزرور. نعم إنه مزرور يا ولد. مزنوق زنقة صعبة، النسوان ما مقصرين معاه ودينه. يعني احنا هنمشي نشوف المحاصل شنو، لكن قبل ما نشوف هنعمل استطلاعنا، هنشوف المواطنين. مرحب بك. طبعا هعمل نفسي ما بعرفك، هعمل نفسي ما عندي بك اي علاقه. المشكله شو بتاعت اللبن؟ ما رايك في هذه المشكله؟ والله انا رافضه العرس من اصله. او جوني 4 عرسان. ايوه. الاول امه شكاله. ايوه. الثاني ما عنده شغل. وانا بعرفك. الثالث ايوه يعني وانا اخترت واحد في الفيس وحعرسه. هتاخذه ان شاء الله، ربنا يتمم لك على خير. كذا يا سكينة، مبروك يا سكينة. مبروك. انا عارف نفسي ما بعرفك نهائي، اللي جاي بطلع طاقيه. ما شاء الله. ما زلنا متواصلون. نمشي يلا نحكم يا جماعه.
والله تعبنا امام الحله نحن لا. ده لبن صح ولا كوارع؟ لبن. حلتك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الساده المشاهدين، احنا وصلنا الحمد لله مكان الحدث، مكان المشكله. حرام عليك يا اخي، معقوله يا اخي، معقوله يا اخي تبيع له اللبن اصلي؟ وين المويه والحاجات؟ يا اخي حرام عليك. نعم يا اخي الناس دول بيتهموني انا 20 سنه ببيع لبن بزيد مويه، الليله بيقولوا انا ببيع لبن اصلي، ما عيب الكلام ده؟ لا يا اخي ما عيب. اللبن ده اصلي؟ يا اخي انا ببيع لبن اصلي، انا لي 20 سنه بزيد مويه، يعني الناس دي لا تشوف الجرد اللي انا بزيد. ده نكر عديل يا جماعه، ده كلام واضح، قال لكم اللبن ده زايد مويه، ماذا قولكم ولماذا؟ نحن عارفين اللبن ده لو زاد وشفتها ملعقه كوز واحد نحن بنكون عارفينه. تقول في برة في زياده اللبن دي، في برة بنعرفه، لكن نحن هسه اللبن بتاعه ده لو كان مزيود يعني كانت الشغلانه بقت واضحه كده. المره دي مصره اصلي عديل والله كوزين ما كوز واحد، قال كوزين. المشكله كبيره جدا والحدث كبير والموقف عظيم، ما رايك في زياده او عدم زياده الماء للبن؟ ماذا قائل انت في هذا القول؟ انتوا مشكلتكم في اللبن، انا عايز فول يا راجل. انا ذو الفول، انا عايز فول. انت عايز فول؟ يبدو اننا خرجنا من لب الموضوع. يبدو ان الرجل استعجل في هذه الحاله. الحرب قامت. اذا سيد المشاهد، عزيزي المشاهد، المتابعين الكرام، هذه كانت تغطيتنا اليوم لهذه القناه. حاتم الياس لقناه كتمت. انا عجبه اوعك تدقس وتعمل فالح، اوعك تدقس يا زول، وتبيع اخلاقك بكم لايك. اوعك تدقس، حاول فرق حاول بين الصالح وبين الطالح، حاول فرق. محتوى فارغ عايز توصل، تخرب بيت وتجوت الهل، تضل شافع ترندك كايس، لابس احمر ترندك كايس، لابس ساكت ترندك كايس، لابس ما لابس، ترندك كايس، لايك ما لايك، ترندك كايس.